إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه نشهد أنه قد بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة فكشف الله به الأمة فتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك فاللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وعلى كل من اهتدى بهديه واستنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين ثم أما بعد فهذه الأيام تمضي وانتهى شهر رمضان ربح فيه من ربح وخسر فيه من خسر وقبل فيه من قبل وطرد فيه من طرد ولا يعلم من المقبول فيهنيه ومن المفروض فيعزيه لقد رأينا المساجد في رمضان معطرة بأنفاس الصائمين رأينا المساجد في رمضان بالأمس القليل مزدحمة بالمصلين سمعنا المساجد في رمضان دويا بالذكر وقرآن رب العالمين ومع ذكر هذا اليوم ترى العبد الأجزاء يتحسر القلب أين المصلون أين القائمون فتور وتراخي وكسل بل وإعراض لا عن النوافل بل للأسف الشديد عن الفريضة التي افترضها الله عز وجل عليه فيحمد الله يا من تناولت على نفسك في رمضان وضيعت أول صلاة للفجر في أول يوم من هذا الشهر فكنت تعبد ربا في رمضان وأصبحت تعبد ربا آخر إن رمضان هو رأس بقية الشهور والأيام يا من صليت لله في رمضان وضيعت أو تريد أن تضيع الصلاة في غير رمضان احذر واعلم أن هذا علامة من علامات النفاق إن أحب العمل إلى الله عز وجل المداومة على العمل الصالح ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم اكتبوا من العمل ما تملكون فإن الله لا يمل حتى تمل وإن